السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ انا هحكي لكم قصتي. بصوا شكلي عامل ازاي. بصوا هنا وارم اهو. بصوا هنا خدت بنية. بصوا عيني اتخرمت. ايدي بقى بصوا برم لي ايده. بصي عضة دي او النبي ده عضة. بص عضدني سعران. فخلاص اللحمة غليت وما بقناش بناكل لحمة، بقى بياكل بني ادمين فبياكل ايدي الظالم. حسب الله ونعم الوكيل. انا هقول لكم اللي حصل وانتوا تحكموا بالعدل. انا عارفه ان انتوا ناس عادلين وانتوا تحكموا بالعدل. قولوا لي. انا كنت لسه دلوقتي في القسم، رحت عملت له محضر. هسيب حقي؟ لا والله ما اسيب حقي. رحت جريت عملت له محضر حالا في التو والله حر. اسمعوا القصه بقى من البدايه. امي امبارح ايه، معلش اعذروني مش قادره اتكلم من الضرب والعلقه، اصل علقه سخنه موت يعني. رحت عند امي. انا كنت قاعده في البيت في الاول ماشي، كنت لسه ما عملتش غدا يعني، كنت لسه الظهر وانا مش بعمل غدا غير بعد الظهر عشان يكون قرب يجي. فانا ايه، كنت قايمه اعمل غدا، لقيت امي بترن عليا بتقول لي يا بنتي يا سمر. قلت لها ايه ياما؟ بقول لك ايه، انت عملتي غدا ولا لسه؟ قلت لها لا لسه ما عملتش غدا. قالت لي طب ما تعمليش غدا، انا عازماكم النهارده عندي على كوارع. قلت لها بتتكلمي بجد ياما ولا بتهزري؟ هو في حد بيجيب كوارع دلوقتي؟ ده اللحمه بكام ياما؟ بالشيء الفلاني ياما، والكوارع بالشيء. قالت لي لا انا جبت لكم والله عشان من زمان ما كلناهاش، قلت ايه ما دام جبنا كوارع نتلم كلنا مره واحده ونتغدى مع بعضين. والله انا فرحت، وجوزي بيموت في حاجه اسمها كوارع، وانتوا عارفين دلوقتي ان فرده الكوارع دلوقتي بتعدي ال 200 جنيه، ده اللي هي النظيفه يعني. فرحت ورحت متصله على ايه، على جوزي، قلت اشوفه. اتصلت بجوزي وهو في الشغل. يا محمد. قال لي ايوه. قلت له بقول لك ايه، احنا كنا هنعمل غدا ايه النهارده؟ مش كنا هنعمل مكرونه وكفته؟ قال لي ايوه. قلت له طب واللي يعمل لك حاجه احسن من المكرونه والكفته؟ قال لي ايه يعني؟ قلت له كوارع. قال لي الله انت جبتي كوارع؟ جبتي فلوس منين؟ قلت له لا ما انت عارف ان ما فيش فلوس، انا ما جبتش كوارع. امال انت هتاكلنا كوارع ازاي؟ قلت له امي والله الله يصلح حالها اتصلت بيا وقالت لي ما تعمليش غدا النهارده وايه، وانا عامله لكم النهارده كوارع، وهاتي جوزك وتعالي وما تعمليش غدا. راح فرح بقى الراجل وكان هيزقطط كده، ده كان بيعزم صحابه معاه في الشغل. وراح قال لي يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب، كان نفسي فيها يا رب، ده انا خلاص فقدت الامل ان احنا هناكل لحمه او كوارع او اي حاجه من الحاجات دي. يا ما انت كريم يا رب يا فرج الله هناكل كوارع. والراجل فرح. المهم الراجل فرح يا ولاد، كان مزقطط طاير من الفرحه حقه، وانا بصراحه فرحت برضو. احنا فقدنا الامل ان احنا هناكل اي حاجه تاني خالص، فقدنا الامل بصوا مش قادر. المهم ايه، قال لي ماشي. قلت له طب انا هروح اسبقك عند امي وانت بقى تعالى من الشغل على هناك، لو الناس جابوا غدا في الشغل ما تتغداش عشان هنتغدى عند امي. قال لي ماشي. اتغدى ايه؟ ده انا ما صدقت جبنا كوارع. طبعا مش ده لو حطوا لي ايه مش هتغدى، لو حطوا لي لحمه ذات نفسها انا عندي الكوارع ب 100 حته لحمه. قلت له ماشي، والراجل فرح وفرحنا. رحت لامي وخدت العيال ورحت. المهم جوزي استأذن بدري وجه، بصراحة ما استحملش بقى كوارع، وهو بيموت في حاجة اسمها كوارع. المهم هو استأذن من الشغل، يعني استأذن بدري وجه بقى، ما هو بصراحة خاف لحسن ياكلوا الأكل كله. المهم جه، ما هو طماع التاني برضه. جه قابلته في الشارع وانا ماشية رايحة عند امي. ايه ده يا محمد، ده لسه ميعاد شغلك ما خلصش يعني، مش ميعادك ده؟ قال لي لا ما احنا خلاص قربنا، خلاص كان فاضل حاجات بسيطه وانا استأذنت وسبتهم وجيت النص ساعه اللي فاضله دي. المهم قلت له طب يلا. رحنا عند امي خبطنا. ايه يا حماد، لا واخد معاه كمان ازازتين حاجه ساقعه، فرحان بقى مع انه هو ما بيعملهاش غير في المناسبات الكبيره قوي يعني في رمضان يعني وكده، او حتى لما بيكون حد عندنا عيان. فالراجل من فرحته جاب ازازتين حاجه ساقعه. ازازه الحاجه الساقعه ب20 جنيه دلوقتي، ازازتين ب40 جنيه. فانا بقول له ايه ده يا محمد مش عوايدك؟ قال لي يلا مش خساره في حماتي، ده الوليه جايبه لنا كوارع والله تشكر، مش خساره فيها ازازتين حاجه ساقعه ب40 جنيه. قلت له ماشي. ورحنا وادانا الحاجه الساقعه، وداخل بقى ايه يا حماتي يا حبيبتي ربنا يخليكي ليه تسلم ايديكي يا رب، عملت الاكل يا حماتي وخلصتي؟ اه يا حبيبي خلصت ومستنياكم يا حبيبي.
دخلنا اقعد يا حبيبي، قعدنا، والراجل جاي طبعا مش متغدي، وحتى ما رضيش يتغدى معاهم هناك، وبيقول لي الناس كانوا عاملين سمك. يا اخويا كنت يا ريتك كلت سمك يا اخويا، بدل ما كنت انا كلت الضرب كله. المهم اسمعوا للاخر. المهم قعدنا، ببص لقيت امي حطت الرز، وحطت طبيخ كوسه، كانت عامله لنا طبيخ كوسه، وجابت الكوارع عاملاها طاجن في الفرن. وما ادراكم ما الكوارع، عارفين طلعت ايه؟ اللي حصل كان آتي، اسمعوني يا اخواتي. اللي حصل ان الكوارع كل ما بفتكر بيصعب عليا نفسي. اللي حصل ان الكوارع طلعت مش كوارع عجل وجاموس واللي احنا عارفينه، الكوارع اللي ب 200 جنيه دي. اللي حصل ان الكوارع طلعت كوارع فراخ. طلعت رجول فراخ. انا بحسب امي بتعمل فينا مقلب، بقول لها ايه ياما انت جايبه رجول فراخ جنب الكوارع؟ قالت لي لا يا حبيبتي هي دي الكوارع. قلت لها هي دي الكوارع؟ كوارع ايه ياما، انت مش قلت انا عازماكوا على كوارع؟ قالت لي اه يا بابا انا قلت لكم عازماكوا على كوارع. طب امال فين الكوارع ياما؟ انت بتعملي فينا مقلب ياما. قالت لي والنبي ابدا يا اختي ما بعمل فيكم مقلب، هو انا بتاعت الكلام ده؟ هو انا عيله صغيره اعمل مقالب؟ قلت لها طب امال فين ياما الكوارع ياما؟ قالت لي ما هي دي يا بنتي، ما هي رجول الفراخ دلوقتي بقى اسمها كوارع، ده رجول الفراخ دلوقتي ب20 وب25 جنيه الكيلو. قلت لها ماشي، بس دي ياما من امتى اسمها كوارع؟ دي اسمها رجول فراخ، ما اسمهاش كوارع ياما، اسمها هي طول عمرها معروفه بانها اسمها رجول فراخ، عمرها ما كان اسمها كوارع ابدا. اتعصبت بقى، لقيت جوزي بيبص لي، ياما انت بتهزري، ما تجيبي ياما الكوارع بقى ياما، خلاص بقى ياما انت هزرتي والهزار بقى تقيل وخلاص كفايه كده يعني. والراجل عمال يبص لي ويصغر لي. المهم ايه، قالت لي طب ورحمه ابوك يا بنتي، ورحمه ابوك ان هي ديت الكوارع، ورحمه ابويا دي الكوارع. هنا ساسكت قليلا، قلبي كان هيقف، والله قلبي كان هيقف. قلت يعني بجد؟ قمت بقى ما كدبتش خبر، وانا كل ده بحسب ان هي بتعمل فينا مقلب ومطوله شويه في المقلب يعني. قمت بفتح فرن البوتاجاز، ما لقيتش كوارع. فتحت التلاجة ما لقيتش كوارع. بدور في الحلل اللي على البوتاجاز، ده طبيخ ورز وباقي كوارع الفراخ. ياما فين ياما؟ قالت لي ورحمه ابوكي هو ده الاكل. جوزي قال لها تسلم ايديكي يا حماتي، وراها ان دي. المهم ايه، جوزي مرضيش ياكل، قعدت تحلف عليه وتحايل عليه، يا ابني ده انا عاملاها لك مخصوص يا ابني ومش عارفه ايه وكده. قعد عشان خاطر ايه؟ عشان طبعا لما يروح يديه العلقه الحلوه يعني، فقعد اكل عشان الراجل جعان ومرضيش ياكل سمك في الشغل. يا اخويا كنت يا ريتك كلت سمك، يا اخويا كنت يا ريتك كلت سمك والنبي. مرضيش ياكل سمك في الشغل. المهم اكل معلقتين، مش اكل لما شبع يعني، اكل معلقتين عشان يجي ياكلنا انا الضرب كله. جينا من عند امي، بيقول لي فين الكوارع بقى يا هانم، خليتيني سبت السمك، ها، وما عملتناش في البيت الكفته والمكرونه، ده الكفته والمكرونه كانت احسن يا وليه، ولا خليتيني كلت السمك في الشغل، ولا عملتيلي كفته ومكرونه في البيت، وراحت اكلني رجول فراخ. قلت له والنبي يا اخويا ما كنت اعرف، امي قالت لي كوارع فرحت وانت بتحبها. قلت لا نروح ناكل كوارع احسن، بقالنا كام مش عارفه والله، بقالنا فتره ما اكلناهاش، والنبي يا اخويا فرحت والنبي، وقلت انت هزقت وانا سامعاك وانت بتعزم صحابك والله، وعملت غص فيهم وانا سامعاك. المهم جينا هنا اهوت، وعيني ما تشوف الا النور، نور نور ايه، انا عيني دلوقتي مش شايفه غير الضلمه. المهم يا اخواتي جينا اهوت بقى، قعد بقى يتلكك لي عشان يعني ما يقولوش امي يعني ما تقولش ده ضربها عشان خاطر ما جبتلوش كوارع وكده، فاهمين انتوا الرجاله يعني. قعد يتلكك لي يتلكك لي يتلكك لي، ويقول له قومي اعملي لي شاي قومي مش عارفه، وتلاكيك بقى انتوا عارفين بقى، بيتلكك لي عشان يديني العلقه. المهم زي ما انتوا شايفين كده قعد يتلكك لي، بصوا في الاخر جاب عصايه المقشه، بصوا بصوا مناخيري، بصوا بصوا شايفين مناخيري اهي، اداني بنيه هنا وكلني بنيه، بصوا عيني بعصايه المقشه، وراح خبطني جوه عيني، صفالي عيني منه لله. كله ده عشان حسب الله ونعم الوكيل ياما، حسب الله ونعم الوكيل ياما. كده برضو ياما بتعملي ايه انت قصدها؟ انا حاسه ياما، انا حاسه ان امي قصدها صح يا ولاد، امي قصدها، انا حاسه كده والله. هي شكلها مخلوقه مني من حاجه، وراحت قالت والنبي ده انا مخليه جوزها يضربها عشان يعرف اني بحب الكوارع. بصوا بصوا بصوا
عيني عيني بقى اللي مش شايفه. بصوا بصوا الزرقان، ايدي ورمه. بصوا كسر لي ايدي. المهم اداني العلقه اللي هي. انا عشان اخلع منه ما رضيتش اقول له هعمل لك محضر، قلت له اعمل اللي انت عايزه، اعمل ما بدالك، انا مسامحاك عشان احنا اللي غلطانين. امي غلطانه وانا استاهل اتعاقب بدل امي، استاهل انا، اصلك انت مش هتقدر تضرب امي فانت هتضربني انا اللي استاهل العقاب، اضرب براحتك. المهم سبته يضربني، وبعد ما ضربني صحي الصبح هو راح على الشغل وانا نزلت على القسم عملت له محضر. رحت بقى بعيني ورحت بقى بصوا عملت له تقرير طبي. المهم انا قلت لهم ان انا عايزاه ياخد مش اقل من 15 18 سنه. ايوه اصل الراجل اللي يعمل كده في زوجته يستاهل اكتر من كده. ايه يعني كلت رجول فراخ؟ يعني هو لازم تاكل كوارع؟ انت عارف الكوارع بكم؟ ما تروح تاكلها عندكم يا اخويا. الكوارع لازم امي تعمل لك كوارع؟ بس امي اللي غلطانه، والله امي اللي غلطانه. حسب الله ونعم الوكيل في الناس الظالمه، حسب الله ونعم الوكيل. وهنا انتهت القصه، هي دي الحكايه. انا بقى اللي غلطانه ولا امي اللي غلطانه ولا الراجل المفتري اللي انا عايشه معاه هو اللي غلطان؟ عرفونا عشان انا ما بقتش عارفه مين فينا اللي غلطان. بيقولوا لي والنبي مين اللي غلطان؟ انا استاهل يتعمل فيا كده؟ يلا سلام عليكم بقى، انا حبيت اشهدكم على الموضوع. سلام عليكم بقى. يا ايدي يا عيني، يا ايدي يا عيني. بقول لكم ايه، صح قبل ما انسى، والنبي لو صعبت عليكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، ماشي؟ ما تنسوش عشان ادعي لكم دعوه حلوه كده وانا متعوره. اصل انا سمعت اللي متعور ماشي وبيبقى واخد علقه موت الدعوه مستجابه، فعشان ادعي لكم دعوه مستجابه ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك. والنبي انا باخد ضرب عشان خاطر اللايكات والاشتراكات دي، باخد ضرب عشان اعمل لكم الفيديوهات ديت، ماشي؟ فيا ريت بقى ما تستخسروش فيا اللايكات والاشتراكات. سلام عليكم.